خوات السلام عليكم. واش فراسكم بزاف ديال الاجانب كيجيو للفلبين هنايا وكيطردوا؟ العديد منهم كيجيو كيطرحلوا، كاين اللي ما فراسوش عاد كيوقفوا على الاميغريشن تيقول ليه الباب الحباب. السؤال واش الا دخلتي للمطار مثلا ولقيتي الباسبور ديالك خصتي الهضره مع الاميغريشن اوفيسر ولا شي لعبه بحال هكاك، واش غترحل ولا لا؟ سؤال اخر، الا كانت الطليقه ديالك ولا الزوجه ديالك الفلبينيه رفعت عليك شكايه ترحيل، واش غترحل ولا لا؟ الاجوبه لهذه الاسئله هي اللي غنهضروا عليها اليوم، وغنهضروا على الموضوع ديال كل ما له علاقه بالترحيل، منها الترحيل والمانع واللائحه السوداء، وشنو دير الا وقعتي في هذه المشكلات. فابقوا معنا حتى الاخر وتبعوا التفاصيل. السلام عليكم الاخوان، نتمنى راكم بخير وعلى خير في احسن حال. فيديو جديد، نتمنى انكم تستافدوا من هذه المعلومات، وهذا هو الهدف ديال هذه القناه. كما العاده عبد ربيه مقيم في واحد المدينه هنايا في الفلبين مده طويله، وانا هنا في الفلبين وبحكم التجربه ديالي والواقع المعاش هنايا كنحاول نقول لكم دوك التجارب كدروس وعبر، ماشي باش نخلعكم ولكن باش نستخلص العبر والدروس من هاد التجارب. كما قلت انا ماشي جيت باش نخلعكم بهذا الموضوع ديال اليوم ديال الترحيل والديبورتيشن والاكسكلوجن وهذا، ولكن بغيتكم تعرفوا ما لكم وما عليكم، وتكونوا على درايه بقوانين الهجره في هذه البلاد بصفه عامه، في اي بلد بخصوص هنايا البلد ديال الفلبين. فندخلوا مباشره في الموضوع. الطرق الثلاث اللي هي باش كيطردوا بها الناس هنايا كاين ثلاثه. كاين اكسكلوجن اللي هي المنع، يعني هذه كتوقع مباشره ما كتدخل المطار، يعني كتحط رجليك ويقول لك الله يعاون اخويا. هذه عندها اسباب، كاين اسباب بزاف ديال هذا المنع هذا اللي غادي نذكروا من بعد. الطريقه الثانيه هي ما يسمى بالديبورتيشن او الترحيل. هذيك هي الترحيل، هذه كتكون ديجا انت هي من البلاد، يعني ديجا دخلتي صافي، دخلتي مثلا توريست او لا خدام او لا اي حاجه، وخرقتي واحد القانون من قوانين الهجره، هذه حتى هي السبب من الاسباب. الطريقه الثالثه هي اللائحه السوداء او ما يسمى بالبلاك ليست، وهي اسم على مسمى. ف هذه كتوقع ملي كتكون عندك شي مشكل كبير عويص، مثلا خرقتي قانون، يعني ما عندك من تهرب، هذه بلاك ليست، هذه ما عمرك باقي ترجع لهذه البلاد هذه. ما فيها باس تفكر دابا واحد القصه ديال واحد امريكاني كان جا هنا للفلبين، هو ممثل، لقى مع واحد ممثله كوميديه هنايا، ومهم عايشين صافا تقريبا، وقال لي في 2016 ولا 2017 فاش جا هو لهنايا. المهم باش المختصر مفيد باش ما نطولش عليكم في هذه القصه هذه، ان الزوجه ديالو بين قوسين، وانا غنعطيكم علاش قلت بين قوسين، دارت به شكايه ديال الترحيل، شكايه ترحيل، مشات للاميغريشن ورحلوه، رغم ان هذا السيد هذا دار اعاده النظر في الطلب وهذا، ومع ذلك رفضوا ليه. فالسبب شنو هو؟ انه الاتهامات، يعني من بين الاتهامات اللي عطاوه او اللي دارت هي في الشكايه ديالو هي التهديد، ما كيصرفش على الاولاد، كيطب الفلوس بالعربيه تعرف ديالنا هنايا، ولا نيغليجونس ديال مع حنت مع ولد مع بنيه، فهمتي. فعلاش قلت بين قوسين قويله؟ هو لانه بحث، يلا تفكر السميه، اوبريان، سميت هذا الخينا هذا اوبريان، ما بقيتش عاقل على السميه ديال الممثله الفلبينيه، ولكن هذا الخينا هذا سميتو اوبريان شي حاجه ما بقيتش عاقل عليها. على اي، فملي بحثت شويه لقيتهم اصلا ما مزوجين، كانوا غير يعني بارتنرز كيف يسميوهم هنايا، ولكن الاشكال اللي كاين هو انه رحلوه، هذا راه امريكي وما مزوجش، ويعني مع ذلك الترحيل. هادشي 2024 على ما اظن، ولا شنو في وقعت الواقعه هذه، فهمتي. فهذه من الاسباب اللي قلنا ديال انه فهمتي. ومن بين الاسباب اللي ذكرت حقا هي انه كان من 2016 حتى 2022 كان كيمارس واحد الاكتيفيتي، يعني خدام بمعنى، فهمتي، خدام، هو اصلا كان توريست، وهذا من الاخطاء حتى هي. تفكرت واحد القصه ديال واحد الدري مغربي، واحد الاخ مسكين صراحه، واخا كبقى فيا، كان تواصل معايا مده هذه. دابا المشكل ديالو هو انه كان صافا بخير، خدام هنايا، مزوج ترانكيل، والد معاه وليد. المهم شي مره ما وقع بيناتهم شي نباش، المهم فهمتي. السيده دارت به شكايه في البرانكاي. البرانكاي هي واحد البيرو، هو تقريبا بحال التشكيل ديال المقدم ديالنا حنا، ولكن شويه افونسي، يعني مقدم بالسكرتير ديالو بالاعوان ديالو، فهمتي. فهاد البرانكاي هذه تقريبا بحال واحد بيرو صغير اللي تقدر فيه بعض الاغراض، مثلا شهاده السكنه، وبعض الشواهد الاخرى. فرجعوا للموضوع،
فهاد السيد هذا ما عرفتش بالضبط حتى ما دخلتش في تفاصيل بزاف، من قال راني ما بقيتش مع المدام راه ترونت وكذا. فاش دار هوايا شد الطياره ومشى، وهذه هي الطامه، شد الطياره ومشى. هي مزيانه ليه نقولوا تقريبا، حيت ولكن لافونتاج بين قوسين اللي دار هوايا او اللي سميتو هي انه المراه ديالو ما دارش ليه الشكايه في الاميغريشن، دارتها غير في البارانكاي اللي هي قلنا واحد في اللو ليفل، يعني مستوى لتحت، مازال ما طلعتش، يعني ما دارش معك خطريان مثلا غير سميتو. فالاشكال اللي كاين هنا هو انه دابا هذا السيد هذا ما غيرجعش، ما غيقبلوش، لانه اصلا بحال قلتي هرب. هذا الشيء دابا الاخبار راه وصلت الاميغريشن وهذا، ولكن الاشكال انه وليد، وانت دابا عندك 5 يعني ضرب واحد 5 سنين 10 سنين ما تقدرش تشوف ولدك، ما صراحه صعيبه، فهمتي؟ المهم صعيبه صراحه. دابا ندوزو السؤال ديال شنو دير الا دارت بك شكايه، الا شي حد دار بك شكايه ترحيل، شنو غادي دير؟ نقول لكم بعدا شنو تيوقع. دابا اول حاجه كدار تقريبا شي 4 المراحل. المرحله الاولى هي ان الانسان كدار به شكايه كتمشي للإيميغريشن اوفيس، هو في كدار التجديد ديال الفيزا، في كتطبع الباسبور ديالك اللي بغيتي دير التجديد، زعما التمديد بغيت نقول، فهمتي؟ بغيتي دير شي فيزا اخرى تما فين كتقضى، المهم كل ما له علاقه بالفيزا او التاشيره تما فين كيدار. فإلا دارت هذه الشكايه، فاول حاجه كيديروها كيشوفوا الشكايه واش مستوفيه الاركان ديال الشكايه، بمعنى واش فيها المشتكى به والموضوع، فهمتي؟ واش هذه الشكايه عندها اساس. ملي كيلقاو بلي عندها اساس والشكايه راه هي هذيك ما ناقصها والو، كتبدا ما يسمى بالونجلي ب preliminary investigation او لا تحقيق او لا بحث اولي. والسر فينا هو هذا اللي غادي نقول لك دابا. بمجرد بلا دارت بك شكايه، ها شنو غدير؟ بمجرد دير الشكايه غتمشي عند المحامي او لا الموثق ولا النوطير اللي هي واحد، وغتقول ليه بغيت ندير كاونتر افيدافيت. شنو هي كاونتر افيدافيت؟ هي واحد الوثيقه كترد بها انت على ديك الاتهامات، واخا مازال ما تكوناش الاتهامات، ولكن هذيك الشكايه على الاقل. فحيت في الشكايه شنو تيكون فيها؟ شكا بك لانه فلان درتي فهمتي، وسبازون على هذاك الشيء اللي تقال. اون باراليل راه كاين قوانين، كل حاجه اللي تقال ضدك راه قانون، داكشي تطبق فيها في القانون. فشنو غدير نتايا؟ انا تمشي عند المحامي تقول ليه راه بغيت ندير كاونتر افيدافيت، هذه هي الوثيقه اللي غادي دير. والسر الاخر اللي نقول لك هو انك خاصك ديرها 10 ايام، بمعنى ما تفوتش 10 ايام ملي دار بك الشكايه. الا فتي 10 ايام مازال كلمه ضربك الضو، حيت في هذيك لا بيريود ديال دارت النهار الاول دارت بك شكايه حتى النهار العاشر، هذيك هي لا بيريود كريتيك ديالك نتايا. تما فين غتمشي تقلب على محامي او لا نوطير وتقول له راه بغيت ندير، راه دارت باش انا كنهضر الا كنتي حاسس براسك مظلوم الا كنتي حاسس براسك مظلوم وغير سميتو تعداو عليك، دير هاد القضيه. كنتي زابلها وعارف راسك راه سميتو غادي تضيع فلوس وغتضيع الانرجي ديالك، فهذه اول حاجه دير. دوز المرحله الثالثه ملي كدير نتايا داك سميتو ديالك هذاك الافيدافيت كاونتر افيدافيت، كيدرسوه البروسيكيوتور ديال او يعني هذاك السيد اللي مكلف في الاميغريشن بداك الملف، كيدرسوا هذيك الشكايه والكاونتر افيدافيت ديالك، يعني الرد ديالك نتايا على ديك الشكايه. الا كان عندك دلائل وقرائن وبراهين اللي هي دامغه وكتدافع عليك وعندك شي، فهمتي؟ هادشي اللي قبيله انا قلت لكم، راه الا ما عندكش الدلائل بلا ما تمحر راسك وتبقى تضيع في الوقت. الا عارف راسك مظلوم جبد لي الدلائل ديالك والبراهين وحطها، فهمتي؟ الا غادي يعني غير سميتو راه غادي تضيع الوقت سميتو. فمجرد هما كيشوفوا داك الشيء كدوز للمرحله ديال تشارج شيت. هي واحد بحال قلتي واحد لا ليست ديال الاتهامات، هذيك لائحه الاتهامات اللي غيعطيوك ونصبازون على الشكايه فيها التهديد، الضرب كذا مثلا، هذا الشيء كله كيدار ونصبازون القوانين ديال الضرب والتهديد وكذا وكتطبق عليك. فكتبدا هذيك المرحله ديال تشارج شيت او يعني لائحه الاتهامات، وكدوز مباشره للمرحله الاخرى اللي فيها بورد اوف كوميشنرز، يعني هذوك المفوضين ديال الاميغريشن ولا ديال مكتب الهجره. كتبدا المساله بحال قلتي مداوله، بحال كيدير المداوله عندنا في المغرب، مداوله كيشدوا الدوسي ديالك، الشكايه هذيك الكاونتر افيدافيت، الرد ديالك نتايا، وكيشوفوا الامور، فهمتي؟ الا كنتي مظلوم وكذا راه كيشوفوا عندك الدلائل وكذا باش يخرجوا بواحد القرار اللي كتسمى ريزولوشن.
المرحله الاخيره اللي هي المرحله الخامسه، اللي هي اللي قلت قبيله كتخرج فيها الريزولوشن، هي ملي كتثبت الادانه ديالك او العكس. ملي كتكون البراهين ديالك والدلائل ديالك واهيه وضعيفه بزاف، راه مباشره كتكون قرار ديال الاتهام وكتطبق عليك الترحيل. كنتي بريء وعندك حجج دامغه وداك الشيء، راه اذا ما غتطرح ما والو. مجرد كيخرج القرار، نقولوا مثلا انك تثبت عليك سميتو الترحيل، انا غادي نرحلوك. ها واحد النصيحه اخرى عاوتاني، اشنو غادي دير؟ اول حاجه راه عندك حق في المحامي، يعني طلب محامي يدافع عليك واخا خرج القرار. كاين واحد الحاجه اخرى تيسميوها motion of reconsideration بالعربيه، اللي هي طلب اعاده النظر. فهمتي؟ هذا راه خرج القرار انك غادي ترحل، ومع ذلك خصك تطلب هذه، راه من حقك. غتمشي عند المحامي تقول لي راه بغيت نظر، قلت لكم راه عندك الحق انك تطلب محامي، وتقول لي راه بغيت ندير موشن فور ريكونسيدريشن. دوز دابا الاسباب اللي كتؤدي للترحيل والاكثر شيوعا. اولهما هو الاوفرستاين، هذا الاكثر شيوعا. اوفرستاين بمعنى انك تجاوزتي المده ديال الاقامه، مثلا جيتي عطاوك شهر، مثلا جلستي 3 شهور 4 شهور ما مشيتيش لعندهم، ما جددتي ما مددتي ما حتى حاجه، ما درتيش تمديد للشهر الاول، مورا الشهر الثاني كتزيد شهرين ولا شهر، ما درت حتى حاجه من هادو، فهادو غادي تطرح، تخلص بعد هذاك الشيء اللي عليك وغادي سميتو. سبب اخر من الاسباب اللي كتسبب في الترحيل هي الخدمه في التوريست فيزا. بمعنى انت عندك جاي توريست ولكن خدام، هذه قانونيا هنا راه ممنوعه، يعني انك وتقريبا ماشي غير هنا، راه كاع يعني ديما تمشي توريست، راه الا كنتي توريست راه ما عندكش الحق تخدم في اي بلاد. فهذه حتى هي راه سبب من الاسباب. سبب اخر انك خرقتي الشروط او القوانين ديال شي فيزا. مثلا انت عندك 9 جي فيزا واش كيسميوها ديال الخدمه، خرجتي من الشركه وبقيتي تما، بقيتي في البلاد. هذه عندي حاله اخرى، يعني ماشي صافي ساليتي صافي تقلب على حاجه اخرى، لا، لان الفيزا ديالك متعلقه بهذاك المشغل ديالك، هو اللي خصو يمشي يدير الكانسلين ديالها، عاد دير تما داون جريد، عاد تبدا عاوتاني توريست، وعاد تما غادي. اما الا مشيتي هكاك راه ترحيل مباشره. من الاسباب الاخرى هي الاداره في جريمه، درتي شي جريمه هنايا، مثلا حصلتي كتبيع على دروغ مثلا، او شي جريمه انت تعرف فيها. سبب اخر اللي هو تقديم وثائق مزوره، عطيتيهم مثلا معلومات خاطئه في الورقه اللي عمرتي، مثلا كذبتي في لاج ديالك، كتبتي في السميه، العنوان غلط كتبتيه. انت كنهضر انايا الا كنتي يعني درتيها بالعاني بطبيعه الحال. السبب اخر اللي تا هو اكثر شيوعا كتسمى undesirable alien، يعني انت غير زايد فوق البسيطه هذه، انت كتكون غير زايد، ما خدام، ما كتخلص طاكس، ما كتكونسومي، ما حتى حاجه، غير زايد. فهذه حتى هي من اسباب الترحيل. فخلاصه الامر الاخوان والاخوات، الا بغيتي تطول هنا، مثلا كتفكر جيتي هنا مده طويله وبغيتي تبقى ترونكيل، راه الحل هو انك تحترم القوانين ديال الهجره وتبقى ديما اجور بالمسائل ديالك، خصوصا وكنعاود نقولها ديما، الفيزا ديالك طلع عليها. شوف انا غتجيكم مغربي هادي، ولكن شوف جوع ما تاكل ما تشرب وسير جدد الفيزا ديالك. راه شحال من واحد هنا وقع ليه نفس المشكل، كاين اللي ما كانش عارف كاع، كيجي واقيلا تزوج قال لك صافي تزوج صافي راه صافي هاني، لا، راه كاين قوانين خاصه، كان قوانين ديال التوريست بوحدها، تزوجتي عندك قوانين اخرى، كل حاجه عندها بروسيدور، جيتي خدام هنا عندها بروسيدور اخرى، يعني ماشي غير تجي تقول صافي راه فهمتي، دائما سميتو تكون اجور بسميتو ديالك. والمعلومه فقط الاخوان، انا راه ما محامي ما سميتو، انا غير كنجبد المعلومه، كنشقى عليها خلاها واحد في الانترنت، كنصفيها ونتاكد منها وكنجيبها لكم، كنجيب لكم معلومه، كنجيب لكم لا كريم دو لا كريم ديال المعلومات وكنحطها لكم. فالاخوان الى لقيتوا شي افاده في هذا الفيديو هذا وفي هذه القناه هذه، دعمونا بشي اشتراك وشي لايك وشي كومونتير وشي بارطاج. الاخوان الا كان شي كومونتير رانا نجاوب عليه، شي سؤال اللي انسان بغى يطرحه راه ما كاينش حتى مشكل، الا عندي جواب راه غنعطيك، ما كاينش نقول لك ودي خليني نسول لك او لا، المهم غادي نجاوب. هذا هو ديال الكيفيه.